كل سنة تبدأ الحيرة وتبدأ الأسئلة، هنعمله على الساقع ولا على السخن؟ هنعمل كحك المحلات ولا هنعمله زي ما بنعمله زمان بطريقة جداتنا؟ أنه أحلى وأنه نتيجته أحسن؟ وإزاي يطلع شكله محتفظ بشكله كده وقابب ومفرغ والعجمية ما تنشفش فيه ولا تخرج بره الكحكاية؟ إزاي يطلع محتفظ بشكله وبنقشته زي ما احنا شايفين؟ طب انه احلى وانه بيقعد اكتر؟ كل الاسئله دي ان شاء الله هنجاوبها مع بعض. هعلمكم تعملوا كحكايه هتحلفوا بيها، سهله جدا وبسيطه ومناسبه جدا للمبتدئين، وهو مش هياخد اي وقت وهيتعمل في ثواني. كمان هقول لكم ازاي نحتفظ بيه لاطول وقت ممكن. هنعمل ساده وبالعجميه وبالملبن. شايفين جماله؟ لازم الكحكايه يبقى لونها اشقر فاتح كده تدخل زي ما تخرج. هنعمل كحك المحلات النهارده وهحط لكم لينك كمان الكحك اللي على السخن. بس من فضلكم لو عجبكم الفيديو، لو اول مره تشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ضروري. هبدأ معاكم بالحشوات اللي هي حشوة العجمية. انا عملتها كذا مرة معاكم، هعملها معاكم كده سريعا. هكتب لكم المقادير تحت كلها ولو بالجرامات لو عايزين. دي معلقة سمنة على معلقة سمنة كبيرة مليانة مع معلقة دقيق، كأننا بنعمل بشاميل. بصفر الدقيق كده لحد ما ياخد لون حلو، وبعدين بنزل بحوالي 260 جرام من عسل النحل. اختاروا عسل نحل يكون كويس ونوعه كويس، لانه لو مغشوش او داخل فيه سكر هتنشف وتبقى عامله زي البونبوني وهتبقى وحشه جدا. العسل اللي استخدمته هنا كان عسل امتنان. انتوا اختاروا اي نوع انتوا بتثقوا فيه وعارفين انه مش مغشوش. على نار هاديه هتبدا تغلي كده وتبقبق زي ما انتوا شايفين. في المرحله دي انتوا كان ممكن تحطوا ريحه الكحك والسمسم، وانا دايما بعملها بريحه الكحك والسمسم بس انا نسيت خالص المره دي، فمش مشكله، بتبقى جميله جدا. وتقدروا بقى تضيفوا ليها مكسرات. اكتر حاجه بتليق معاها هي عين الجمل، وممكن من غير خالص. تمام كده العجميه بتاعتنا نطفي عليها عشان ما تنشفش، وهنكورها ونسيبها على جنب اما تهدى. كمان الملبن هنجيب حته ملبن نحط عليه معلقه سمنه او معلقه زبده وندعكه كويس ونعمله كور. وزن الكوره تقريبا بتبقى في حدود 7 ل 8 جرام. تمام. او ممكن تستخدموا المعلقه المعريه. انا هعمل معاكم النهارده 2 كيلو، ولكن هكتب لكم مقادير كيلو واحد من الكحك. الكيلو بياخد معلقتين سكر بودرة ممسوحين من المعالق دي او اي معلقة بس وحدوها. تمام. يبقى انا مستخدمة 2 كيلو، يبقى هحط 4 معالق سكر بودرة على ال 2 كيلو. هحط لكم مقادير كيلو واحد زي ما قلت لكم. الكيلو كمان بياخد معلقتين من السمسم المحمص. النهارده انا قلت لكم ان احنا هنعمل مع بعض كحك المحلات. سهل لطيف جدا، وفعلا نتيجته ابهرتني وخفيف وحلو جدا ومثالي مثالي لاي حد مبتدئ. حطيت 4 معالق من السمسم. والكحك النهارده انا مش هستخدم خميره، هعمله بالبيكنج باودر بس وهيطلع ممتاز زي ما انتم شايفين. كيلو الدقيق بياخد معلقه ممسوحه من البيكنج باودر، المعالق المعياريه. وهكتب لكم كل حاجه بالجرام كمان لو حابين تحت الفيديو. وهحط لكم لينك الكحك السخن المحدوح لو حابين تعملوه، والاتنين احلى من بعض. تمام. حطيت الدقيق في العجانه بتاعتنا، حطيت كل الحاجات الناشفه زي ما انتم شايفين. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان انتوا تقدروا تعملوه بايديكوا عادي. انا بس تسهيلا عليا قلت ايه، طالما موجود اعمله بالعجان. حطيت السمسم والبيكنج باودر، نسيت اقول لكم معلقه صغيره من ريحه الكحك لكل كيلو. تمام. ما تزودوش عشان الكحك ما يغمقش. هحط السمنه زي ما انتم شايفين كده من العلبه مباشره. انا طلعتها وزنتها من العلبه وسبتها بس ساحت يعني، او بس مش سخنتها، ده انا سيحتها بس في الميكرويف عشان تمشي في العجان كويس. طيب انا حاطه قد ايه سمنه؟ حاطه كيلو 100 جرام لل2 كيلو دقيق. يعني كيلو دقيق بياخد 550 جرام. لو بمج الشاي وزنه عندي، ما هو الفكره ان كل كوبايه بتختلف، انا عندي وزنه 200 جرام، فال 500 جرام يعملوا كوبايتين ونص. كوبايتين ونص هتحطوا ال50 الزياده يبقى كوبايتين ونص ومعلقه. هفضل اشغل عليه في العجان كده كده. احنا بنبس الدقيق كاننا بنبسه بايدينا، بنبس الدقيق بالسمنه لحد ما يهيش ويبقى عامل زي الكريمه زي ما انتم شايفين كده. شايفين كريمه كانه قوامه زي عجينه البيتي فور بالظبط.
في وصفات تانية للكحك اللي على البارد ان هما بيضربوا، شفتها كتير وشفت شيفات كمان عاملينها، بيضربوا السمنة والسكر مع بعض. يعني عن تجربة ما كانتش احسن نتيجة، يعني شوية كانت شبه البسكوتات والحاجات دي. الكحك بالطريقة دي هيديكوا نتيجة ممتازة، هتاخدوا نتيجة الكحك اللي كأنكم عاملينه سخن بالظبط وبالخميرة. تمام. خلاص بعد ما بسينا الدقيق بالسمنة هعمل ايه؟ انا عندي كوباية مية وكوباية لبن. انا عاملة مية على لبن، يا اما تستخدموا مية بس يا اما تستخدموا مية على لبن، افضل من اللبن بس. فهبدأ الم بيها العجينة. ممكن تلموا العجينة وهي في العجان عادي بمضرب الكف، بس انا بطلته وعملته بايدي عشان اوريكم اللي ما عندوش عجان ان الموضوع سهل جدا. مش بنعجن، بنلم بايدينا. في دقيق ياخد كوباية الا ربع من السائل للكيلو، وفي دقيق ياخد كوبايه. انا معايا خد معايا كوبايه من السائل للكيلو. تمام. انا كنت مستخدمه دقيق دوبيلا اللي هو بتاع الكحك والبسكوت، استخدموا اي دقيق فاخر جميع الاغراض. بختبر بقى العجينه بعد الكوبايه الا ربع، بشوف العجينه بضغط عليها كده بشوفها بتشقق ولا لا. هي كده خدت معايا كيلو كوبايه للكيلو، وضغطت عليها لقيتها ناعمه وزي الفل ومش بتشقق ولا اي حاجه. موضوع سهل وبسيط جدا. هنجيب بقى الكور بتاعتنا. انا بحب اقسم العجين الاول. هنعمل بالبصامه وهعمل بالمنقاش عشان بس افرق الحشوات. هنعمل محشي عجميه وملبن زي ما احنا شفنا، وكمان الساده خليته بالبصامه. وزن الكحكايه تقريبا كان ما بين 20 ل 22 جرام، بتبقى مناسبه جدا جدا. تقدروا كمان تستخدموا المعلقه المعياريه عشان الكحك كله يبقى قد بعضه. طبعا العجينه باينه جدا بالنظر، هي بتبقى باينه في ايديكي من قبل ما تسويها ولا اي حاجه ان كان الكحك هيطلع ناعم ودايب ولا لا. مقدار السمنه ده ممتاز جدا، لا هو كتير ولا هو قليل. نص كيلو بيطلع شويه لو انتوا بتحبوه بيخرفش خشن شويه، مش خشن بس يعني هو ده بالظبط. 50 جرام دول بيثبتوا الدنيا جدا. شفت وصفات تانية بتوصل ل 600 جرام سمنه، مش غلط، بس السمنه بتبقى كتيره وبيبقى ناعم زياده عن اللزوم وممكن يتعب. فانا زي ما قلت لكم بحب اقسم العجين زي ما انتوا شايفين. قسموه بالمعلقه بقى اسهل حاجه ليكوا. ده المحشي، بنجيب كوره كده وبنعمل فيها تجويف كاننا بنحشي كوبيبه او اي حاجه، وبنحط بقى فيها كوره من الحشو بتاعنا. ده كان ملبن. هنعمل كل حاجه نقشه مختلفه عشان نفرقهم. بكورها كده زي ما انتوا شايفين، وهعمل معاكم كحكتين كده بالمنقاش اللي حابب ينقشها، وطبعا تقدروا تعملوها بالبصامه. عايزه اقول لكم الكحك ده شايفين انا بعمل 4 بالطول و4 بالعرض، ودي اسهل نقشه ممكن تعمليها لو انتي مبتدئه ولو شغاله لوحدك. تمام. عايزه اقول لكم الكحك ده مش حاطه فيه خميره، ده بالبيكنج باودر. نتيجته بتبقى ممتازه زي ما انتوا شايفين. ومثالي بقى لو شغاله لوحدك. ليه؟ لان انتي على ما بتخلصي الصواني كلها، وبالذات لو في خميره، بتلاقي ايه؟ ممكن بعض الكحك ممكن تلاقيه بدأ يخمر، وساعات ممكن تبقي معرضه ان النقشه بتاعته تروح او ايه تختفي جزء وجزء. فده نتيجته ممتازه. شايفين الكحكايه ما شاء الله ازاي؟ لو حابين، انا بحبها منفوخه وقبه كده، لان هي ما بتخش الفرن بتفرد سنه بسيطه قوي، يعني بتفرد، فبسيبها زي ما هي كوره قبه لفوق كده. حابين تدوها تبطيطه بسيطه وانتوا بتشتغلوا، مفيش مشكله. دي واحده هي بالعجميه. شايفين العجينه في ايدي زي الملبن ازاي؟ ناعمه جدا جدا جدا، وريحتها مش قادره اقول لكم. خلاص. هوريكم واحده كمان اهو، 4 بالطول و4 بالعرض عكس بعض، وبيبقى شكلها حلو جدا. تابعوا الفيديو للاخر لان فيه ملاحظات كتير قوي في التسويه في كل حاجه. ده اهم من المقادير. صدقوني لو اول مره تعملوا كحك وخايفين، الكحك ده هيطلع ممتاز ونتيجته باذن الله مضمونه، ومفيش اي يعني احتمال للفشل باذن الله. في كم حاجه كده برضو عايزه اقول لكم عليها في التسويه. شايفين انا نقشت الكحكايه، انا بحب اسيبها على كده لان زي ما قلت لكم بتفرد في الفرن حاجه بسيطه، فبتبقى عاليه ومفرغه زي ما انتوا شفتوها في الاول، بتبقى ممتازه، بيبقى شكلها حلو جدا. شايفين بقى الكحكايه هي بسيطه جدا ولطيفه قوي. هنكمل على كده. ادي الكحك كله بتاعي. ده اللي كان اللي هو 4 عكس 4، ده كان اللي هو تقريبا بالملبن.
وهيدخل على درجة حرارة بقى ايه اللي بالعجمية. هدخله على درجة حرارة 180 ل 190 زي ما انتوا حسب الفرن بتاعكم يعني. وده كان السادة، كحك السادة لما طلع بيدخل على درجة حرارة 180، بياخد من ربع ل 16 17 دقيقة بالكتير قوي. ولو الفرن فيه مروحة شغلوها. اول ما ياخد لون من تحت ومن فوق لون اشقر خفيف، هو الكحك ما بيبقاش احمر يعني، بياخد لون اشقر خفيف زي ما انتوا شايفين، خلاص نطلعه زي الفل. الكحك الساده بنسيبه شويه زياده، بياخد تلت او 25 دقيقه كمان عشان بيبقى جواه عجين يستوي ويتحمص كويس جدا. وما تخافوش منه، سووه براحتكم حسب اللون اللي انتوا حابينه، ده ساده. لكن الكحك المحشي وبالذات العجميه ما ياخدش اكتر من 10 دقايق 14 دقيقة بالكتير، عشان العجمية ما تخرجش من الكحكاية او تنشف او كده. وبياخد درجة حرارة اعلى من السادة، يعني السادة انا بدخلها مثلا على 180 لان انا الفرن بتاعي شوية هادي على مهله يعني. انتوا لو فرنكم حامي ممكن تدخلوها اقل من 180، ده السادة. المحشي بيبقى درجة الحرارة اعلى من كده. شايفين الكحكاية من فوق واخدة لون اشقر خفيف ازاي؟ جميلة جدا وريحتها حلوة قوي وبتدوب كده. ادي الكحك بعد ما طلع، خد معايا حوالي ربع ساعة. هوريكم بقى الكحك النقشة الزجزاج دي اللي انا كنت حاشياها عجمية. هنفتح واحدة مع بعض ونشوف العجمية شكلها عامل ازاي بقى. بصوا السكينة بتنزل في ثواني في الكحكاية، ماسك نفسه لكن في نفس الوقت بيدوب. شايفين العجمية طرية ازاي؟ دي بقى كده دي جبنة، دي مش عجمية من كتر ما هي طريه وسايحه وبتدوب، جميله جدا، طعمها حلو قوي، بتبقى من افخم الحشوات على فكره. تمام. ادي العجميه. شايفين الكحكه بقى، ده اللي انا بقول لكم، عشان كده مش بضغط عليها ولا ببططها. شايفين من فوق عاليه ومنفوخه وما فيهاش عجين ازاي كتير، ممتازه ما شاء الله يعني. يا دوب بس يعني بضغط عليها بتدوب دوبان كده. ادي بالعجميه. وهوريكم كمان دلوقتي هنفتح واحدة من اللي هي كانت بالملبن. اللي بالملبن كمان جميلة جدا وبتدوب. اوعوا تنسوا ان انتوا تدعكوا الملبن بحتة سمنة اهو. شايفين ما شاء الله الملبن مالي الكحكاية، ما فيهوش عجين كتير، الحواف كلها بتاعت العجين قد بعض. جميل حقيقي، ممتاز ومثالي، ونتيجته جميلة جدا ولطيف وخفيف وحلو قوي. هقول لكم كمان ادي شكل الكحك الساده. هديله ورشه سكر معاكم كده وهنشوف ازاي كمان هنحفظه. عايزه اقول لكم ملاحظه بالنسبه للعجميه، لو عملتوها وبردت منكم لقيتوها شدت شويه ومش عارفين تشكلوها، هنحط عليها معلقه زبده او سمنه وندخلها الميكرويف تسيح بس كده تدفى، هتطلع زي الفل. وابداوا كوروها وتعاملوا عادي. ده الساده. شايفين النقشه عامله ازاي؟ زي المحلات بالظبط، وكل واحدة قد التانية وحاجة كده ممتازة. جربوها على طريقتي فعلا هتدعولي. واتمنى لو في اي تطبيقات عملتوها ابعتولي على الصفحة وابعتولي هنا، هبقى سعيدة جدا. اهو الكمية دي كلها من 2 كيلو دقيق. اهو ادي بقى الشكل النهائي بتاعه، يعني جربوه هيعجبكم جدا جدا. وهقول لكم ازاي كمان نحتفظ بيه. عايزه اقول لكم على حاجه، الكحك ده مناسب جدا. شايفين الملبن ده كمان بعد ما برد بيدوب ما شاء الله. الكحك ده مناسب جدا لو احنا مش هنعمل كميات كبيره. انا بحتفظ بيه ازاي؟ بحتفظ بيه في علب محكمه الغلق، بحط كيس بلاستيك زي ما انتم شايفين، وعاده بشيله من غير سكر، بس انا عشان حطيت له سكر معاكم هنا عادي مفيش مشكله. وفي الاخر بغطي كمان بكيس بلاستيك وبحفظه في التلاجة. ليه؟ لان هو فيه لبن، والسمنه انا مش سخنه ومش قدحاها وما فيهوش خميره، عشان طعمه ما يغيرش. هيقعد معاكم اسبوعين و3 وممكن شهر في التلاجة، مش هيجرى له اي حاجه. شايفين جماله؟ ريحته تحفه، جميل جمال مش طبيعي، وسهل وبسيط واي حد مبتدئ يقدر يعمله. تمام. لو هنعمل كحك بكميات، في ناس بتعمل بال10 وبال15 كيلو،
فده انسب حاجه ليه ان احنا نعمله على السخن بالسمنه المقدوحه. هحط لكم لينك الكحك اللي على السخن بالسمنه المقدوحه تحت الفيديو. وده عندكم الكحك ده جميل وممتاز فعلا، ده كحك المحلات، سمنه بارده مش سخنه، ما استخدمناش فيه خميره، نقشته زي ما انتم شايفين، زي ما دخل زي ما خرج. جربوه على ضمانتي، هيعجبكم جدا جدا. لو وصلتوا للمرحله دي من الفيديو ارجوكم تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا عندي في القناه، هكون سعيده جدا جدا. جربوه. كل سنه وانتم